بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. يوم طيب ومبارك للجميع. قبل ما نبداو الفيديو نرحبوا بالمشتركات الجدد، نقولكم اهلا وسهلا، نورتوا القناة، وتحية كبيرة للمتتبعات الوفيات. نرجعوا للوصفة تاع اليوم. رايحة ندير لكم سردين تتبيلة خطيرة ورايحين توجدوه غير في 10 دقائق، ورايح يجيب ذوق السردين المعلب. طبعا كنت رافقته مع حميص الراعي الرسمي في هذا الصيف. نروح الآن طريقة تحضير. عندي هنا سردين، بعد ما نقيته ونحيت له ذاك السوسو اللي من الداخل، نحيت له الذيل تاعو وغسلته مليح وحطيته يسكتر. من بعد درت كل 2 حبات فوق بعضها. هنا نجيو للتتبيله. عندي هنايا 4 مغارف كبار زيت و2 مغارف كبار خل. عندي ربع كاس تاع ماء، وغرفة كبيرة طماطم مصبرة، شوية هريسة، عندي ثوم، والتوابل راح نحتاج ملح، فلفل أسود وكمون. نخلط مليح كل المكونات. نجيب الكوكوطة ولا طنجرة الضغط، نحط نصف الكمية تاع هذه التتبيلة، والنص الاخر خليه نديرو من فوق. من بعد نستف الحبات كامل كيما راكم تشوفوا، ونزيد نوزع عليهم التتبيلة اللي بقات لي من الفوق. حاولوا توزعوها عليهم كامل. ومن بعد نزيد شويه تاع ماء ونحاول نشلل هذيك المكونات اللي قعدت لي، ونزيد نحطها من الفوق. طبعا بلا ما ننسى ورقه الرند. نقفل عليه، ندي نحطوه على النار ونبقى نعسم منين تدور الصفاره. نقص للنار خلاص ونحسب 10 دقائق ونطفي. هنا البنات لقيت مازال فيها شويه كميه الماء، زدت خليتها نشفت غير شويه، برك حوالي 2 دقائق حتى تولي لي بهذا القوام كيما راكم تشوفونا. هنا نطفي عليها. طبعا وكما كنت قلت لكم وجدتها مع الحميص. انا الحميص ديما نزيد له هذا الاضافه. الفحم نحركه مليح على النار، بعد نحط له شويه تاع زيت، نقفل عليه ونخليه يجي لي الحميص بنكهه الفحم. وها السردين تاعنا وجد. شوفوا الحبات راهم بقاو محافظين على شكلهم، والبنه ما نحكي لكمش. سلام.